هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل النهارده ده؟ في إيه؟ مش عارفين نكسب المحله؟ ايه الحظ والنحس ده؟ انا عمري ما شفت حظ ونحس اكتر من كده. 3 كور في العارضه، 3 كور في العارضه، الكوره مش عايزه تخش. اللعيبه بتاعت المحله يعني كلهم واقفين في خط ال 18، مش فاهم في ايه. اتوبيس الفرقه كله واقف في ال 18، مش مشكله، هم حرين يلعبوا بالخطه اللي هم عايزين يلعبوا بيها، بس ايه، عملنا كل حاجه النهارده في الكوره. عملنا كل حاجه في الكوره، مش فاهم هنكسب امتى؟ هنفضل كده في سلسله؟ امال هنعمل ايه مع بيراميدز؟ هنعمل ايه مع بيراميدز الماتش اللي جاي؟ انا مش فاهم ايه ده. لعيبه النهارده يعني كل واحد الى حد ما عامل اللي عليه، لكن المدير الفني تغييراته مش عجباني. تغييراته مش عجباني. ليه كوكا بينزل؟ كوكا بينزل في الملعب الكرة عنده بتقف. كوكا ملوش اي 30 لازمه، ومش بس كده، هو بيبقى دايما ظالم اللعيب الوينج اللي بيلعب معاه. ليه؟ لان هو لا بيفتح له ولا بيتحرك له ولا بيبصي له الكوره ولا بيرمي له ثرو، فاي حد هيلعب جنب كوكا سواء زيزو، بن شرقي، تريزيجيه، ميسي، كريستيانو هيتظلم، لان كوكا ما بيوصلش كوره اصلا. فانا مش فاهم، لو خلاص يعني عمر كمال اتصاب، مع ان انا شايف ان عمر كمال كان بيلعب كويس، بس فرضا يا عم ان عمر كمال هو اللي طلب التشكيل، انزل اي التغيير اي حد تاني انزله غير كوكا. اي حد تاني هنزله غير كوكا. ده انا ان شاء الله اجيب عمر كمال الناحيه التانيه وانزل حسين الشحات يلعب باك يمين، ما عنديش اي مشكله خالص. لكن التغييرات النهارده مش عجباني. بن رمضان برده ما يطلعش، بن رمضان المفروض يكون موجود. بن شرقي ما يطلعش، انت شايف تريزيجيه هي اللي منحاسه معاه، وبن شرقي هو المستنفذ الوحيد، برده ما كانش المفروض يطلع. التغييرات دي محتاجين حد كده يقعد مع الراجل ده يعيد حساباته تاني ويفهمهم برضو ايه اللعيبه دي مين ومين ومين اللي المفروض يطلع ومين اللي المفروض ما يطلعش. بس النهارده انا شايف ان احنا عملنا كل حاجه في الكوره، وبنواجه سوء نحس مع سوء فهم للمدرب للمباراه. يعني المدرب ما قراش المباراه صح، المدرب بتاعنا اللي هو ريبيرو، وانا مش مقتنع بيه للامانه. وانا عايزكم تكتبوا لي رايكم في الكومنتات في مباراه الاهلي والمحله، وايه رايكم في تغييرات ريبيرو.